يا اختي نامت عليكي حياتها. النهارده بقى يا اختي هيكون اخر يوم ليكي. روعه. احمد يا نهار اسود. يا روعه فين انت؟ لسه نايمه؟ اه يا احمد. طب بقول لك ايه، قومي تعالي نقعد مع امي شويه كده قبل ما امشي على الشغل. طيب روح انت وانا جايه وراك. لا اروح فين؟ تعالي معايا يلا قومي. في ايه يا احمد؟ ما انا جايه وراك. لا قومي معايا يلا قومي. يلا يلا تعالي بدل ما هي قاعده لوحدها كده، وبالمره انا لسه بدري على الشغل. حاضر يا احمد، اديني اهو جيت. ازيك يا امي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حماتي؟ ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. صحتها ليه يا احمد؟ احنا قلنا نقعد مع بعض شويه قبل ما امشي على الشغل. يا حبيبي كنت سيبها تنام وترتاح. ايه المشكله يعني؟ انا صحيت تشتغل يا امي، ده احنا هنقعد عشان البيبي يرتاح برضه. ماشي يا ام حاضر. قولي له والنبي وصي عليا يا حماتي. لا خد بالك منها لحسن. بص ايه ده؟ كريمه؟ عماد. انت طالعه من اوضه روعه، كنت بتعملي ايه؟ اصل كنت يعني بوضبها لها. فيك الخير. طب بقول لك ايه، تعالى بقى نقعد مع امي شويه قبل ما اروح الشغل. تعالى. ماشي. ازيك يا امي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي كويسه بخير. ازيكم؟ الحمد لله يا كريمه. مرات اخويا. من الحق يا كريمه، انا كلمت السوبر ماركت وجهز لي التموين اللي انا عايزاه. قومي هاتيه. اقوم اجيبه؟ طب وروعه ليه ما تجيبهوش يا حماتي؟ مش قادره والله يا حماتي من الواد دايما عمال ان هو يرفس ويتعبني. سلامتك الحمل يا بقى حبيبتي. متعب. سلامتك يا حبيبتي. في ايه يا كريمه؟ هو انا كل ما اقول كلمه تقول لي روعه ومش روعه؟ ما تسمعي الكلام وقولي حاضر. لا حاضر يا حماتي. خلاص يا كريمه، دام انت مش قادره انا بعد اروح اجيب التموين وبعد كده بروح الشغل. يعني انت هتسيب شغلك عشان خاطر تروح تجيب التموين؟ هو انا ماليش كلمه في البيت ده؟ ما تقومي تجيبي الحاجه. روح يا كريمه. ماشي يا حماتي ماشي. ايه الشغل ده؟ خلاص يا امي، يا ام حصل خير. عماد يلا احنا نمشي على الشغل. يلا بينا. يلا السلام عليكم. ما تعصبيش سلام. نفسك انت بس يا حماتي. انت اللي ما تعصبيش نفسك يا حبيبه قلبي. يخليكي انا ليا. هقوم اعمل لك لقمه عشان تفطري. يا احمد، يا عماد يعني عاجبك اللي امك بتعمله مع مراتي يا احمد؟ خلاص بقى يا احمد، ما تحطش في دماغك. انا هبقى اكلمها. يلا بس عشان ما نتاخرش على الشغل. بقى كده يا روعه. انا اصلا من الاول قلت عليك ان انتي سوسه اصلا ومش مرتاحه لك. يعني انا كده عايش كده خدامه يعني ويقعدوا كده يذلوا فيا عشان خاطر هي ام الولد وانا ام البنت. طب فيها ايه؟ ما هي اراده ربنا ودي حاجه مش بايديا. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا لازم اخلص من روعه. هي السبب في اللي انا فيه ده. مش انا اللي عايش خدامه، مش كريمه اللي اخر الزمن اللي تلاقي حد يتحكم فيها. مش انا. حماتي يا حماتي، ايه يا حبيبتي؟ الاكل على النار 5 دقايق ويكون جاهز. طيب بصي بقى، بعد كده ما تتعبيش نفسك في حاجه، تمام؟ وان كان على اي شغل في البيت كريمه هتعمله. خلاص؟ ما هو عشان مش عايزه اي كلمه منها. لا مالكيش دعوه بحاجه، انا اللي بتكلم هنا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بصي يا حبيبتي، في شويه غسيل جوه مركونين في الغساله، بدل ما يعفنوا وريحتهم تطلع والناس تتكلم على جوزك بره، يا ريت تدخلي تغسلي الهدوم اللي جوه. وروعه ليه ما تغسلهمش؟ يا دي روعه. ايه يا حبيبتي انت للدرجه دي بتحبي اسمها كل شويه تقوليه؟ لو حضرتك يا حماتي عاوزاني اعملهم حالا انا اكون عاملاهم. لا انت ما تقوميش. بصي بقى يا حبيبتي، قعد دغري كده، روعه ام الواد. هو انا مش هغامر بوريث العيله؟ انت يا حبيبتي في بطنك بنت قافشه في بطنك، ما تخافيش عليها، مش هتنزل ولا هتروح في حته، فما تخافيش. اللي اقول عليه تسمعيه، تمام؟ وما تجيبيليش سيره روعه تاني وما تحطهاش في دماغك. يعني انت شايفه كده يا حماتي؟ ايوه، ومش شايفه غير كده. ماشي يا حماتي تمام.
ما تضايقيش نفسك بس. انت اللي ما تحطيش في نفسك، وبصي ما تشغليش دماغك خالص بكلامنا. ربنا يخليكي ليا. عشان خاطري. ما تقلقيش. بعد الاكل تاخدي العلاج والعصير بتاعك. كل حاجه مظبوطه. انتوا بقى ما سبتوليش حل تاني، انتوا اللي جبتوا لنفسكم. بالله عليك. بصي هي روعة دلوقتي بقت كويسة الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بس للأسف شكرا لله احنا ما قدرناش نلحق الجنين. نعم. حضرتك بتقول ايه؟ يعني ايه ما لحقتش الجنين؟ حفيدي الواد راح؟ انت بتقول ايه؟ طيب اسمعينا عشان الموضوع مش سهل. مدام وفاء، حضرتك مدام روعة تعرضت لتسمم، وواضح كده ان في شبهة، وانا ما عنديش مشكلة ان احنا دلوقتي نتصل بالمباحث ونشوف الموضوع ده. لا لا، مباحث ايه؟ انا هعرف الموضوع ده بطريقتي. لا خلاص كده، خلاص كل حاجه خلصت. تقدر تمشي معاكي، وحاولي تكوني معاها الفتره الجايه عشان نفسيتها. اكيد اكيد يا دكتور. لا اله الا الله. ايه مالها؟ طب بس انا جاي حالا. لا مسافه السكه. سلام. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ادخلي ادخلي يا بنتي، على مهلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ادخلي يا أم، ادخلي يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقعدي اقعدي. انت مش مصدقة اللي حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حصل ده ازاي اصلا وامتى؟ كله بتاع ربنا، خلاص ده قضاء الله، لازم نرضى بيه يا بنتي. الحمد لله. طيب بصي من الآخر كده، هو انت كلتي ايه ولا شربتي ايه؟ الدكتور بيقول ان دي حالة تسمم. تسمم ايه؟ انا من يوم ما حملت وانا ما خرجتش بره البيت، واكلي وشربي كله في البيت. طب ده جالك منين؟ طيب ده جالك منين؟ لحظة واحدة يا خسارتك يا حفيدي. انا اللي حسيت بيه ده ما حسيتوش غير من بعد ما كريمة جابت لي كوباية المية. صحيح كريم. استني رايحة فين؟ في راحة بعد ما ابني نزل. طب اهدي والنبي. طب عشان خاطري ايه؟ طب حسبي الله ونعم الوكيل. كريمة انت بنت يا كريمة. نعم يا حماتي، نعم يا روعة. عايزيني حاجة اخدمكم فيها ولا محتاجين حاجة؟ البجاحة اللي انت فيها دي. بجاحة ايه بس؟ ما تنطقي وتردي. انا مش عارفة مالكم. هو انا قصرت يعني معاكم في اي حاجة؟ اطلعي قدامي، اطلعي. اهدي. هو في ايه بس؟ اهدي. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالي هنا قدامي. اقعدي. ها انت عملتي ايه يا كريمة؟ عملت ايه في ايه؟ اهدي. انت اللي سقيتيها السم صح؟ انت اللي سقطتيها صح؟ انا سقطها ليه؟ بقولك انت. في يا جماعه، في يا روعه. انا مش جاي الدنيا. ابننا ايه؟ اللي بتقولي ده؟ ليه بتقولي كده؟ ليه بقول كده؟ هو ايه اللي حصل؟ تحت دماغها هي. حسبي الله ونعم الوكيل. هي مين مرات اخويا؟ الشيطانة اللي انت جايبها لنا في قلبك. ايوه انا عملت كده. ايوه اتفرج على البجاحة. ايوه انا اللي عملت كده. ليه يا كريم عملت كده؟ علشان انتوا. هي خلت الحقد يملى قلبي من ناحيتها لما كانت بتقولي انت حامل في بنت، يعني انت خدامه ليهم، تعيشي هنا خدامه، تمسحي وتكنسي، تروحي تجيبي الطلبات وعادي، تشيلي حاجات تقيله وعادي، اصل انت ام البنت. لكن هي ام الواد
فلازم بقى تتدلل بقى وتتدلع واجيب لها الحاجه لحد عندها. جيت في مره قلت لها يا حماتي انا موافقه ان انا اخدمكم عادي واكون خدامه الروعه، بس مخططه. قالت لي ايوه يا كريمه كويس انك عارفه مقامك، وانا مقامي من مقامك يا عماد، انا مقامي من مقامك. يا لهوي على دموع التماسيح، انت خططتي. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انت لو كان عندك بنت هتعملي معاها كده. طب ما هي وعملت كده، ذنب الواد اللي نزل ده ايه؟ وانا كمان ذنبي ايه؟ ذنبي ايه لما تخليه الحد يملى قلبي من ناحيتك؟ انا كان امنية حياتي ان انا يبقى عندي حتة عيل. انت اللي الله غلطانه يا يسلم امي. منك. كذا مره اقول لك بلاش اللي انت بتعملي دي وتفضلي واحده عن واحده. انت بتقول طب ايه؟ انا فضلت وغلطت، ده يديها المبرر انها تقتل روح. انت عارفه ده جاي بعد كام عمليه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عجبتني قوي التمثيليه بتاعتك دي. احنا اللي بنعمل تمثيليه؟ ده انتي بتخافي عليها من الهوا اكتر مني. انت بجحة قوي قوي. دي كانت بتيجي تشوفها بالليل وتشوفها سخنه ولا تعبانه ولا جعانه ولا عايزه تاكل، اصل هي حامل، اصل هي ام الواد. يا ستي انا حره في احساسي، انت مالك؟ انت هتشاركني في قلبي؟ صح، انا مالي، بس انا كمان ذنبي ايه لما تعملي معايا كده؟ انا كمان ذنبي ايه؟ وهي ذنبها ايه؟ هي خلتني غير منها. هي ذنبها ايه طيب تحرميها من ابنها؟ وانا ذنبي ايه يا عماد؟ انت كنت بتشوف بعينك امي كانت بتعاملني ازاي؟ طب بصي يا عماد بقى عشان نخلص من الدراما دي مكانها مش هنا، دي مكانها ان الشرطه تيجي تاخدها. لا يا امي نزلي ايدك. اللي هو ازاي؟ عشان ايوه اللي هي عملته غلط، بس في الاول وفي الاخر الغلط الاساسي من عندك انت. حرمتنا من ابننا وصلتها لان هي تعمل كده، بدل ما كنت تخليهم يحبوا بعض ويخافوا على بعض وما تفرقيش بين حد. لومي عليا انت كمان يا روعه، لومي انت كمان عليا. ما هو فاضل شويه ان انا الوم على حد بعد ابني اللي نازل. انت السبب الاساسي في ضياع ابننا.